السلام عليكم. عارفين لمّا تاكلوا الأكلة هي بس بطريقة مختلفة وشكل مختلف، زهقنا بقى من الطريقة التقليدية. أول حاجة جبت البتنجانة دي وقطعتها رفيّع زي ما أنتم شايفين، وبمعلقتين زيت بس. أول ما الطاسة سخنت جدًا شويتهم أو حمرتهم، كده ولا شربت زيت بقى ولا بقت تقيلة ولا أي حاجة. وبعد ما خلّصت البتنجان كلّه، جِبت حوالي بقى نُص كيلو من السجق، قطّعته قطع صغيّرة كده، أنا أخدت نُصّه بس يا جماعة في الأكلة كلّها. وبعد ما سِخن جوّاه كويس جدًا ومن غير أي مادة دهنية، شوّحته كده، وبعد كده حطيت فلفل حامي وفلفل رومي وطماطم. وطبعًا السجق متّبل، فأنا هنا هاتبّل بس الخضار بملح وفلفل. هاهدّي بقى عليه الحرارة واسيبه يستوي على مهله، بس كل شوية هادّي له تقليبتين 3 كده علشان خاطر بس إيه، يستوي كلّه زي بعضه. بعد كده شيلته في طبق وحطيت مكانه حوالي كده فصين 3 توم مفرومين وعليهم معلقة صلصة، وكمان تبّلتهم بملح وفلفل. وهاقلّب تقليبتين 3 كده، ما تنسوش على فكرة نُص معلقة سكر علشان تعادل الحموضة اللي موجودة في الصلصة. وبعد كده حطيت عليه نُص كوباية من المَيّة، ورصيتهم بالمنظر ده بعد ما استووا واتسبّكوا. وبعدين بقى هارُص السجق في النُص، واعمل صينية مسقعة ما حصلتش، مش قادرة أقول لكم حلوة قد إيه، وسهلة وكمان ما فيش أي فيها دهون كتيرة ولا حاجة، فهتدّيكم طعم يجنن. بعد بقى ما رصيت الصينية القمر دي هاحطها في الفرن واطلّعها بعد 10 دقايق تكون خدت اللسعة الجميلة دي، واقلبوها بقى في سيرفيس وكلوها بألف هنا وشفا. ما تنسوش لو عجبتكم تشتركوا في قناتي إن شاء الله وتفعلوا زر الجرس، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.